بتبين انها بقرة كبيرة دسمة. انفينيتي حليب، الحليب بداخل صدرها بضل يتجدد، فما عنا الا نرجع نحلبها. من 4 أيام نهار الجمعة تحديدا نزل فيديو بسيط بعنوان اعتذر منك يا مخرب الترندات، ومن ساعتها في شخص فار دمه. بالوقت يلي انت كنت نايم مرتاح بفرشتك في حدا مش عم يقدر ينام، ما قدرش ينام، ضل عم يكسر نوم لحد ما رجع رد علي. لا تعرفوا كم هال55 ثانية قدرت تتحرك وتلعب بمشاعره وأحاسيسه، مع انه الفيديو كان معبر بشكل مزاحي عن حقيقة، ولكن الحقيقة بتوجع. بالعادة مخرب ترندات إذا بده يرد بيرد على 4 على 3 مع بعض، بس عشان إنه خلاص ما يضيعش وقته، عشان يختصر الطريق وما ياكل معه شغل كتير. ولكن هالمرة سوالي دس خصيصا لي أنا، والدس بتاعي جاب له 10,000 بس بيومين، عكس يلي تبع مازن وبرهوم وانا يلي من 9 ايام بس 39,000 مشاهدة. فبرافو عليك، اهنيك، يعني صرت تعرف انه اسمي انا بجيب مشاهدات. استعملوا دايما استعملوا. واضح من صورتها للاغنية بالرغم انها معمولة بالاي اي يلي مش مفهومة. انا بالاول افتكرت نفسي عنكبوت كلني شعر، بس تبين انه لا، حاطتني على صورة كلب. معمولة بالاي اي الفري اديشن اكيد، النسخة المجانية. واحد زي محمد سعيد بضل يتمصرف على اغانيه اللي ما بتطلع له سنت لانها فاشله، اكيد ما راح يكون معه مصاري يشترك باي اي، والا بعد نص ساعه بيعلن افلاسه. كاتب العنوان اعتذر منك يا لولو، وطبعا العنوان مش من كيسه، لا مستوحى من عندي انا، من اخر فيديو نزلته عليه اعتذر منك يا مخرب الترندات. يعني حتى العنوان يلي برياحه بيقدر يصنعه بثانيتين هيك، بس يفكر شوي يحك شوي دماغه يطلع بعنوان مرتب يحطه لهالدس. لا، سرقوا من عندي، لان شو متوقع من بني ادم كل اغانيه سرقه بسرقه. ما ننساش انت مش صانع اغاني، انت مخرب اغاني. يعني بتجيب اغنيه زي يا وردي بالبستان وبتمسح بام كرامتها للاغنيه الارض وبترجع بتسمعنا اياها عشان تسبب لنا طرش. ما بعرف انت بتكره البشريه، حابب تنتقم من البشريه بهالمحتوى اللي عم تطلع لنا اياه، والله مش عارف. بس انا مني وعلي بنصح الجميع ما يسمعوا لاغاني لانها مضره بالصحه. هم اتهامي اني عم بحلب مخرب الترندات، وبحب لكم انه هذا اتهام، هذا حقيقه. طيب شو واقع؟ هذا حقيقه. انا كنت بس عم بحكي بشفافيه. شو اللي زعجك؟ الحقيقه انت تحولت لبقره حلوب لصناع المحتوى، انت عم تغذي الجميع، كلنا ماخدينك مسخره ومحتوى، ومش من عنا بس، متابعينا كلياتهم بيقولوا لنا احكي عن مخرب ترندات، احكي عن مخرب ترندات. يعني انا ما إلي خلاق عليك ولا بدي اجيب سيرتك عندي، ولكن المتابعين كلهم بيقولوا لي احكي عن مخرب ترندات. يعني مش نحن من نفسنا ماخدين القرار انه نحكي عليك، لا، الملايين المتابعين كلهم بدهم يحكوا عليك. انت بقرتنا يا شيخ، فلاني حطيتك على بقره تيجي تحطني على كلب. يعني انا حكي ميك سنس، انت حكيك نو سنس، ما له معنى، بس اهانه انه عم تحاول تسب، ومسباتك مثل مسبات الاولاد، انت يا كلب، انت يا حمار، انت يا ما بعرف شو. تقول له طفل روضه اولى حضانه. تعال افهمك يعني ايه لولو. يلا. لولو ده نوع من الكلاب الصغار، صغير بيعشق الهزار. لحظة، المقدمة كتير زبالة. مخرب ترندات، أنا عارف إنك متعود على ستايل طيور الجنة، كل أغانيك للأولاد والأطفال، بس هون أنت والله عم تعمل ديس على شخصية كبيرة محترمة، على شيخ، فلازم يكون ردك قاسي لتعمل تأثير فيه على الأقل. جاي تسمعني كمان طيور جنة هون؟ يلا يا زلمة شد همتك، رح أعمل سكيب دغري فوت بالأغنية. مش فالح غير في الشتيمة، ملكش قيمة للترخيص. مش فالح غير بالشتيمة، ملكش قيمة للترخيص. عم تقول لي أنا بشتم؟ وين بشتم؟ حضرنا لك فيديوهم من هدول اللي انتقدوني من سنه انه يا علاء انت بتشتم باللايفات وما بعرف شو. بشتم اللي بيشتمني. شتيمة شو قلت لك يا حبيبي؟ شو قلت؟ احمر؟ قلت لك احمر؟ اسيت لك مشاعرك؟ ما انت عم تقول عني كلب، ما انت بالاول قلت عني رخيص. انت جبتها شخصيه دغري مباشره، شخصيا. شفتك بترقص على الدس بتاعي عيل خسيس. شفتك بترقص على الدس، صح، رقصت على الدس بتاعك، بس عشان قلت بينه وبين حال الزلمه يمكن يكون ماخذها بروح رياضيه، وعم بيصير هاد كله واضح. مازن ماخذها بروح رياضيه، برهم ماخذها بروح رياضيه، وقلت انه انت كمان ماخذها بروح رياضيه. هذا بشكل عام شيء عم بيفيدك، عم بيطلع لك الاغاني. يعني مثل ما قلت لك بلينا انت ما بتسوى شيء، ما نحن اللي عم نطلع لك الاغاني، الا اذا حكيت على ترند ضارب ممكن يجيب لك مشاهدات. غير هيك ما تحلمش بالمشاهدات، بدك ترجع لعند الدادي، لعند مرجعك علاء، لحتى يعطيك شويه مشاهدات. انت عار على لبنان شكلك قريب. يا دا انت عار على لبنان شكلك قريب ابليس. عار مين والناس نايمين؟ اذا بقول لك انه كل اهل بلدي معي بكون ما عم بحكي شيء، لان برياح الشعب اللبناني معي. اولاد بلدي هدول اكيد رح يوقفوا معي، عكسك انت كليا. الشعب المصري كله واقف معي، طبعا مش لان الشعب المصري بيغدر باولاد بلده، لا، بس لان انت ما بتنطق. انت عار على مصر، انت مشوهة سمعة للاسكندريه يلي انت ساكن فيها. يعني مخرب ترندات، انت يمكن تكون اطرش ما بتسمعش صوتك، فعشان هيك مكمل بهالاغاني
المعاقة، بس ما تقليش انك اعمى كمان ما بتقرأ التعليقات. ما 3/4 التعليقات عندي مصريين عم بيقولوا لي ادعسوا ادعسوا خلصنا منه، بلكي بحس على دمه وبيريحنا. فوت اقرأ التعليقات، عبر متابعينك يا اخي، متابعينك شخصيا عم ببهدلوك بالتعليقات، عبرهم. نزل فيديو المفروض بيرد على دسي، لا رده كان ضعيف فضل طول الليل بيهزي. ما كانش ردي ضعيف ابدا، هو شو افتكر انه ردي كان ضعيف لان كنت منزل عليه فيديو من 5 ايام، رجعت اليوم الثاني نزلت عليه فيديو رابع. بصراحه ما كانش ردي ضعيف ابدا، يعني فوتوا احضروا الفيديو، كان ردي بيروح رياضيه على الاخر. وبما انك انت بقره حلوب بتعرف هذا الشيء، يعني عملت عنك كمان فيديو بيروح رياضيه. شو اللي زعجك اني حطيتك على بقره؟ طب ما انت بقره حلوب، ما تصيرش ما تكون بقره حلوب، ما بنحطكش على بقره، بنحطك على شيء ثاني. فيديو تاني ياخد بقى حقه مني، عمل فيديو جرين سكرين جرين سكرين لا واضح، عمل فيديو جرين سكرين على اساس يهني، انه قال شو، انه قال هو يابا اللي قافتني، هو اللي كاشفني، هو الموساد اللي خرقني، راح عمل فيديو جرين سكرين. ما كانتش جرين سكرين يا فهيم. هلا بعرف انه ما يلكش بهالاخبار، واذا هلا بقول لك شو كان صاير بالضبط مش رح تفهم، بس انا عم بحكي للمتابعين، عم يحكي انه هذا الفيديو جرين سكرين. طب ما واضح قدامك ما في جرين سكرين، وين الجرين سكرين؟ انت بتعرف يعني جرين سكرين؟ جرين سكرين يا حبيبي المخرب هو عبارة عن جرين سكرين، شاشة خضراء وراي بتساعدك انك تشيل الباك جراوند اللي وراك. هي الجرين سكرين يا عمري يا المخرب، بيستخدموها بالنتفليكس وبالافلام والمسلسلات. انت هون وين شايف استوديو جرين سكرين؟ وين؟ ها دغري قلبت لك اياها. اجت البقرة امرني انا. هذا اسمه فيجوال افكتس يا حبيبي يا مخرب، مش معمولة بجرين سكرين، معمولة بسلكشن تول اللي هي بعمل سيلكت لجسمي بدون ما احتاج جرين سكرين. اكيد ما بتعطي نفس جودة الجرين سكرين، بتعطي جودة دنيئة اكثر من الجرين سكرين، بس انا هذا اللي كنت مستعد اني اعمله بفيديو انت موجود فيه. اكيد مش رح ضيع وقتي بجرين سكرين بالوقت اللي انا عم بحكي عن مخرب ترندات. عكسك انت يلي مستخدم جميع قدراتك الصاروخية لتطلع بهذا الدس، وطالع الدس كتير ولادي لحد هلا مش شايف شيء انه اوف. لو جبت طفل في ابتدائي كان رد احسن منه، يا عيني نفس تفكير الاطفال برغم، يا عيني نفس تفكير الاطفال برغم سنه. حلو، اذا انا ردي زي الاطفال انت ردك شو بيسموه؟ انت مازن مخازن، انت برهوم مرهوم، انت علاء لولو. ناسي ردودك صح والله بذكرك. كفايه بيرجو لحد كده، شوف حد اهم منك. مخازن، انا اثبت لكم ان مخازن ده ما عندوش مبدأ. بصوا هجيب لكم اخر فيديو بس عايز شو معنى مخازن؟ انه هاي جلد المفروض؟ مخازن احط رجلي على دماغه وانتوا زقفوا يا عين على الشخص. انا كابوسك انا هرنك، انا هضيع من هبتك، انا هكبر لك انا هكبر لك طبتك. قالوا لي انه عم بغلط عليك بالنسبه للزائد 18، يعني عم تجيب قصص زائد 18 عشان تحطها بدسك وتغلط علي. قناتك اللي عليها 442 الف طفل عم يسمعوا لاغانيك، صرت عم تحط قصص زائد 18 بس عشان الدس. اللي ما بيعرف شو بيقصد انا هكبر لك طبتك، يعني ببساطه بده يمارس الزائد 18 عشان يكبر طيبة القلب. انا ما قلت لكمش انه لولو بيقصد فيها دلع؟ مبسوط فيه الزلمه عم بدلعني يا كتكوتي يا لولو، عم يعمل لي هيك مبسوط جاي. حتى تشات جي بي تي وقتها قال لي انه عم بدلعك. خلص يا محمد سعيد قول انك جاي، بنتفهم امرك يا زلمه، نتفهم امرك حبيبي محمد. انا ستريت، الجايز كتار على هالارض، شوف لك شي حدا جاي بتظبط حالك معه. طيبتك انا هزعلك فانزك، والله فانزي اكتر حدا مبسوط باللي عم بيصير. تزعلوا من وين؟ ما بعرف عن جد شيء بيسد النفس، ما يلك لا اسمعها. الدس بقيم لك يا حبيبي مخرب ترندات 0.0 الدس اللي قبل كان افضل، كان 0.1 مخرب انا مش حاط براسي انه شخصنها معك. اللي عم بيصير انه انت عم تطلع بفيديوهات باغاني زباله، الكل متفق انها اغاني زباله ونحن عم نرد على الاغاني. خلينا بقطاع الاغاني، اعمل علي دس بس ما تفتش بالشخصي، لان اذا انت فتت بالشخصي انا رح فوت بالشخصي. وانا من هلا بعطيك انذار، اوعك تعمل ديس وتغلط على حدا من قرايبيني او اهلنا، لان اذا غلطت على حدا من اهلي رح اغلط على حد من اهلك، بتصير عم تشخصنها بشكل جدا بشع. فاذا ما بتعرف انا عندي قناه اسمها ما بعتقد بشرف، هاي القناه مخصصه لكل حدا بده يغلط بالاهل، ولا بعدني معلن عنها رسميا للقناه، ما بعرف شو فوتهم فيها. 2500 شخص ما بعرف كيف كشفوها وفاتوا فيها بهالسرعه. فما بنصح حدا يغلط بالاهل عشان ما يوصل حاله لهون. كل اللي عم بيصير انه انت عم تطلع لنا باغاني خرائيه ونحن من حقنا نرد عليها، بس انت فتت بالشخصي وبداتها وانت يا رخيص انت فاهمني. بلشت تقول عني رخيص وما بعرف شو، بس لاني عم انتقد اغنيتك اللي ما بتنسمع وانت عارف هالشيء. فخليك على نطاق
الأغاني على نطاق الردود مش على نطاق شخصي، أنا مش حابب أشخصنها معك، بس هالقد. اليوم اكتفينا بالرد هالقد.